نيجي بقى للسلايد 23، السلايد الاخطر في عالم السي في اس اكشن اوف انهيلد انستيك. بيعملوا ايه على الهارت ريت؟ بدات معاك القصه بطريقه معينه. فاكر كان عندي حاجه اسمها ارتيريال بارو ريسبتور والريفلكس بتاعها مشروح بالكامل في السي في اس فيسيولوجي. افكرك بيها كده تحت اهيت، الله على الرسم. كان عندك بارو ريسبتور يا سيدي موجود على الارترز، اسمها ارتيريا بارو ريسبتور، المكان الاولاني في الاورتيك ارش والتاني في الكاروتيد ساينس. وقعدت اقول لك التاملات مش معنى الاماكن دي ليه بالشكل ده، ارجع للفيديوهات. طيب يا عزيزي، كان الاستيمولس بتاعنا هو النورمال مين ارتيريال بلاد بريشر معاك من 50 وانت طالع. تعمل ايه؟ تبعت في افرنت اسمهم بافر نيرف 9 و10، وقلت لك التامل 9 فين و10 فين. نروح لسنتر اسمه كاردياك انهبيتوري سنتر، هدفه يروح ينقص الهارت ريت، ينقص الاس اي نود اكتيفيتي. يعملها ازاي؟ يقول هو مين النيرف اللي معاه توكيل اس اي نود انهبيشن؟ الفيجاس. فهم هذا الكاردياك انهبيتوري سنتر يبعت للفيجاس، يعني هو مش بيبعت نفسه، لا ده الكبير ده سنتر لازم يبعت افرد يشغل الفيجاس بالنيوكلاس بتاعته اللي هو اسمها ان تي اس، نيوكلاس تراكتس سوليتاريس. مش مشكله الاسم. الفيجاس يروح يعمل انهبيشن الاس اي نود. اندر نورمال كونديشن الاس نود بتاعتك انهبيتد والهارت ريت بتاعك انهبيتد، وده اللي مخلي الباراسمباثيك بريدومينيتنج على الاس نود اكتر من السمباثيك. حلو قوي. الكلمتين دول هما المكتوبين في اول جمله. الجمله الثانيه شوف جمل تسلم بعضها البعض، استراكشر ممتع. عند بعض الادويه خصوصا في عيله الانهيليشنال هنسمع عليها جمله عجيبه جدا. يقول لك ايه؟ الدواء ده بيعمل بلانتنج، يعني بيقفل او بيدبريس الريفلكس ده. تعالى كده ما نشوف يعني ايه بلانتنج. بلانتنج فين ما قالناش، يعني ممكن يعمل بلانتنج على مستوى الريسبتور، على مستوى الافرنت السنتر، مش مشكله، المهم بلانتنج. تتوقع ايه لما اوقف الريفلكس ده، لما اعمل له انهبيشن؟ الريسبونس مش هيحصل. هو ايه الريسبونس بتاعه؟ الهارت ريت كان بيقل. عارف ايه اللي هيحصل ساعتها؟ المفروض، شوف الكلمه المفروض، خليك دقيق معايا، ان الهارت ريت يزيد. صح، ده اللي انا كاتبه لك. هارت ريت سسبكتد المفروض ان هو يزيد. طيب اسمع اللي جاي. لما اقول لك دواء زي الهلوسان من عيله الانهريشن، دواء زي البروبوفول والثايوبنتال من عيله الاي في، بيعملوا بلانتنج للارتيريال باروريسبتور ريفلكس، انت تتوقع ان الهارت ريت يزيد صح؟ او ما فاجئك واقول لك يا عزيزي كل من الهلوسان والبروبوفول والثايوبنتال، بس الهلوسان والبروبوفول اكتر بكتير بينقصوا الهارت ريت. فانت تبدا تشد بشعرك. جمله الام سي كيو هتجيلك ازاي؟ جمله هيقول لك الهلوسان والبروبوفول بينقصوا الهارت ريت ولا لا؟ كل دكاتره التخدير عارفينها انه ايوه نقص الهارت ريت، سهل عليهم. الجمله الاصعب، بيعملوا بلانتنج ريفلكس ولا لا؟ بعض دكاتره التخدير هيبقى عارفين المعلومه ويقولوا اه. طيب نادرا ما تلاقي دكتور تخدير فكر ازاي بيبلانت الريفلكس وازاي نقص هارت ريت. انا كنت بحاول اثير الاسئله دي في دماغك عن طريق ترتيب المعلومات اللي انا بحكي لك بيه، وهنا بقى اجي لك واقول لك ايه السبب. يا عزيزي هم بيعملوا ديبريشن في الهارت ريت برغم هذا البلانتنج. ارجع للرسمه تاني. هو انت عشان تنهبت الاس اي نود محتاج تشغل مين؟ الفيجاس. طب هم كادويه ما يقدروش يروحوا على الفيجاس على طول ويعملوا له ستيميليشن؟ يقدروا. يبقى لو حد فاهم حلو قوي، ايوه انا هبلانت ريفلكس على مستوى الريسبتور او الافرنت او السنتر، في نفس الوقت اقدر اروح على الفيجاس كدواء اسمه هلوسان اسمه بروبوفول واقول له يلا عامل فيجاس استيميوليت، ابدا اشتغل، فيروح ينقص الهارت ريت. ايوه كده بقى في تو اكشن، الاتنين منعزلين عن بعض. البلانتنج دي قصه، والدايركت انهبيشن عن طريق الفيجال ستيميوليشن دي قصه تانية. الله عليك، خلصنا الجزء الاصعب من الموضوع اللي هو ما بقاش صعب ولا حاجه. نيجي للجزء الثاني، عيله الايثرز بقى، ايزو سيبو ديس انفلورين. هل لهم تاثير على الريفلكس اللي هو ارتيريا باروسيتور ريفلكس؟ لا، ما بنعملش بلانت. فانا هعتقد ان الريفلكس شغال والهارت ريت هيكون قليل، هيقل هو كمان، صح؟ الا ان احنا لقينا ان الهارت ريت ممكن يزيد، مايت بي انكريز. كل ده اندوز ديبندنت يا شباب، يعني مش كل العيانين اللي هيناموا بالايزو او بالسيف او ان فلورين او ديس فلورين الهارت ريت بيزيد فيهم، بس لو هيحصل فيه تشينج هيزيد. طيب ازاي زاد؟ الكتب اختلفت في الحكايه دي. اغلب الناس استقروا ان غالبا الزياده اللي بتحصل في الهارت ريت لو حصلت هتيجي نتيجه الفيجال ديبريشن، عكس الهلوسان والبروبوفول بالظبط. يعني بصوا، هناك كان في ريفلكس، الهلوسان كان ينقص الريفلكس،
لكن يشغل الفيجاس. ماشي، العيلة دي من اول الايزو واخواتهم يسيبوا الريفلكس شغال، فمفروض الهارت ريت يقل، الا ان هما يروحوا ينهبت الفيجاس، يروحوا على الافرنت بتاع الريفلكس ويوقفوه، فالاس ينط يبقى تحت سيطرة مين؟ سمباثيك بريدومينانس، فيزيد الهارت ريت. عكس بعض بالظبط الجملة اللي بيلعب عليك في الام سي كيو، قصة بلانتنج اوف الارتيريا باراسيبتور ريفلكس. اديك فهمت ليه؟ حلو. قول لي تجميعة لكل من الهلوسان، الايزو والسيفو والديسفلورين والنيترس على الكاردياك اوبوت لوحده، وبعدين ارجع اعملها على الارتيريا بريشر. خلي بالك التجميعة دي في منتهى القوة، فركز معايا قوي. المفروض ان انت عارف كل المعلومات اللي فيها، مفيش حاجه زياده. ادي معلومه الهلوسان فوق، وادي معلومه الايزو والسيفو والديس. ارجع معايا كده، الهلوسان كان بيعمل ايه في الستروك فوليوم؟ بينقصه، ده اكتر واحد بينقصه، الموست بوتنت مايوكاردال ديبريشن. وبيعمل ايه في الهارت ريت؟ لسه قايل لك بينقص الهارت ريت عن طريق الفيجال ستيميوليشن. يبقى هيعمل ايه في الكاردياك اوبوت؟ هو حصل ضرب الاثنين، هينقصه اكتر واكتر. طب ما ترجع كده وتحط الاس في ار في المعادله عشان نشوف بيعمل ايه في الارتيريال بريشر. كان بيعمل فازو دايليتيشن هو كمان، فبينقص الاس في ار مره وينقص الكاردياك اوبوت مرتين. يعني عمك الهلوسان ينقص الضغط بالثلاثه فاكتور، بينقص هارت ريت وستروك فوليوم واس في ار. بقت واضحه، بقت واضحه، ما يلعبش علينا في الام سي كيو. الهلوسان ينقص الاي بي بي بثلاثه ميكانيزم. ازاي؟ نقص الهارت ريت، نقص الستروك فوليوم، نقص الاس في ار. نيجي بقى للعيله الثانيه، ايزو سيفو انفلورين ديسفلورين. كانوا يعملوا ايه في الستروك فوليوم؟ ينقصوه بالميوكاردال ديبريشن. طب على هارت ريت زودوه، يبقى الكاردياك اوبوت يبقى 200. هدي بتيجي كتير في الام سي كيو. يقول لك الانسان يعمل ايه في الكاردياك اوبوت؟ ما قالش الضغط، قال الكاردياك اوبوت. خليك دقيق، يقول لك ينقصه. طب يقول لك الايزو او السيفو او الديس يعمل ايه في الكاردياك اوبوت؟ 200. ده حضرتك نقص واحد وزود واحد. حلو. يعمل ايه في الاي بي بي؟ ده زاد وده نقص وده قل، لان كلهم كانوا بريفرال فازو دايليتور. كاردياك اوبوت 200 لكن اس في ار قل، يعني هيقل الارتيريال بريشر بس حاجه خفيفه، اقل بكتير من الهلوسان. النيترس لا يا معلم، الاندايركت افكت كان اقوى، كان بيروح يزود هارت ريت وستروك فوليوم وفازو كونستريكشن كمان بالسمباثيك، فيزود الاس في ار. يعني صاحبنا النيترس زود الضغط بالثلاث مرات. عارف عكس مين؟ عكس الهلوسان، زود ده وده وده. تجميعة مش هتلاقيها في حتة تانية الا هنا. فتكون جاهز لاي جملة ام سي كيو وكون انت اكبر منها. زي ما بقول لك دايما، المعلومات اقزام وانت عملاق، انت اكبر من اي حاجة بفضل الله عز وجل. تمام يا عزيزي؟ الحمد لله بقى. مين في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام.